غلبه الوجع، بمعنى سألتك سؤال هل أصاب عقله أم أصاب جسده؟ جيد قلت جيد أنه جيد. أصاب عقله ثواني وجسده. يا أستاذي يعني اسمعني عمر خليني استطاع أن أكمل يرد حبيبي، الوحي؟ يعني عمر خليني استطاع أن أكمل يرد؟ حبيبي. شنو يرد الوحي عزيزي؟ الله يجزاك بالخير. الآن لما النبي صلى الله عليه وآله، اسمع، الله يأمره أن يبلغ رسالة للناس، والنبي بلغ للناس. الآن المراد منه التقصير من النبي صلى الله عليه وآله، أم الناس رفضوا قبول هذا الأمر؟ ما هو وحي يا أستاذ الكريم، لأن الله لو أنه وحي كان عصمه الله من عمر، وكما تكلم عمر. بابا اسمع عمي حبيبي، أنت حبيبي المعزز المكرم، أولا أنت ما أعرف فاهم إنك مو فاهم، لو ما أعرف يعني أنت جاي تخوض بشيء أنت مو يهمه أصلا. عزيزي المكرم يا أستاذي بدل ما يا أستاذي الكلام العزيز هذا خلني أنقذ أكمل نفسك نقطة، وقول كلمتين في صالحك. تفضل. خلني أكمل نقطة يا عزيزي. أنت تفضل. تارة تقول أنه كلام النبي بوحي من الله، وتأتي لقول عمر وتقول أن النبي قد أصاب المرض عقله وجسده. إذا أنت أسقطت صيغة الوحي، من تارة تقبل بها وتارة تسقطها. هذا التناقض شلون لميته؟ شلون جمعته؟ أجيبك. تفضل جيب يلا. طيب أنا لما سلمت جدلا مع أبو أكرم، الغرض من تسليمي للجدل هذا بأني أصل معه إلى مرحلة أوكي أنا متفق معك أنه كان وحي. أخي شنو هو التسليم جدلا حبيبي؟ جاني العقوبة بالله. خلني أكمل يا أستاذي، خلني أكمل. نعيد السياق من جديد. لا إذا معناتها المسألة بها تسليم جدلا والله هذا إنك ضحك على عقول الناس. والله إنك لا اسمح لي، لا وصلت إلى زاوية ما أنت عارف تطلع منها. خلني أكمل. لا اسمح لي أنا أطلع منها وأطيحك بزاوية ما تطلع منها إلى يوم القيامة. أخي العزيز، أولا الله سبحانه وتعالى يأمر أنبياءه بأن ينذر القوم، والأنبياء ينذرون القوم. المراد من الأمر هو ما بين مصدق وبين مكذب، ما إلى علاقة النبي. التقصير ليس من رسول الله، بل التقصير بمن قال أن النبي غلبه الوجع. أنت حضرتك جاي يجيب التقصير تحطه برسول الله صلى الله عليه وآله، والعياذ بالله. لا غير صحيح. لا شلون غير صحيح؟ هذا كلامك عزيزي، هذا الأخوة يسمعون. طيب حبيبي المشكلة أن الآية الكريمة تقول والله يعصمك من الناس. يعني بماذا يعصمه من الناس؟ بماذا؟ تفضل. يعني أنت يا رسول الله عندما ينزل إليك الوحي وتريد أن تبلغه، الله سيعصمك من الناس. بلغ لو ما بلغ النبي ما بلغ وقتها. شلون ما بلغ؟ وقال شلون ما بلغ؟ عندك ثلاثة يذكرون لك بأصح كتبك أنه أخرجوا المشركين من كذا وسووا كذا وسووا كذا. شلون ما بلغ رسول الله؟ المنزل طيب في هذه المسألة في اختلاف كبير جدا. شنو هو الاختلاف؟ وعندك هاي أصح الوصية. ثواني بفحوى الوصية. لا إله إلا الله. ثواني اصبر يا أخي اصبر. الوصية اللي هي أخرج المشركين من جزيرة العرب، في ناس أو في علماء اتفقوا على أن هذه الوصية كانت يعني بعيدة عن موضوع رزية الخميس. أما رزية الخميس عندما طلب النبي كتف ودوات، وقتها لم يكتب النبي أي وصية، قال قوموا عني. متى كتب الوصية؟ طيب بابا الله يجزاك بالخير، لا تخوض بصف الاستكانة وتعبر من نقطة للثانية، ولا تجيب هذا وتخبط هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى واضح بقوله وصادق في قوله، والنبي بلغ، النبي أمر. الفرض والتقصير ممن أمر أو ممن لم يطيع النبي. نقطة راس سطر. لم يطيع النبي ولا منع النبي؟ لازم نفرق بابا. احنا ما قلنا لك انه اسمع حتى تكون واضحه الفكره عزيزي. أيوه. عزيزي المكرم العزيز المحترم. أيوه. عمر اعترض على رسول الله، الاعتراض خاص بعمر ومن معه. احنا جاي نحكي على من اعترض، جاي نحكي هذا الذي اعترض ماذا يترتب عليه في اصل قول النبي وقول الله سبحانه وتعالى. انت وين رايح وين خابط عمي؟ جيد. ما هو المشكله لو اننا اعترضنا وقلنا بان عمر منع هذا الامر، لكان خلاص تسقط عصمه النبي في التبليغ من صحيح القرآن. ما هو انت هذا سقطته قبل شويه عزيزي. هاي الاخوان كلهم عمي الله يجزاكم بالخير، هذا الكلام هو سقط بيه لو ما سقط بيه. ما هو بس اذا بتريد وليد سؤال بس، وكفي انت ابو زينب. لماذا طرد رسول الله جماعة من الناس
منهم من قال وهو عمر إن الرجل لا يهجر أو إنه زاد عليه الوجع، ومنهم من قال قدموا له لنا الكتاب. هذا الإشكال بين جماعة ضد جماعة عمر. تفضل خي أبو زيد. والله يا أبو أكرم، أنا كل المراد من عندك ده أوصل للأخ الفكرة. الآن إحنا نريد نفتهم هذا الذي بس لا اعترض على تحولونه من رسول الله. سؤال لسؤال، خليه لا لا يكمل لا الالزام ابو نفس زينب نفس وبعدين يتحول على السؤال الثاني. واحد يسوي اسيسيت والثاني يشوت، يعني ابو نفس اكرم المحترم لا أنا دائما يعلق أقول وبعدين يرسل المايك الى ابو أنا زيد. دائما أقول عزيزي طيب المكرم، اخي الكريم، الله سبحانه وتعالى يوافق نبيه أم يوافق عمر؟ يا اخي الله سبحانه وتعالى ينزل الوحي على النبي فقط. يعني عمر لا يوافقه ينزل على الله. عمر، ينزل على عمر وحي، ينزل. اخوي والعياذ فدوى بالله. يا اخي اثبت لك مغامر دقيقه، مغامر خليه يكمل ابو زينب وياه لحد يقاطع الرجال. انا حكم، انا هيك تشلع سالفه القلب صراحه، هي تشلع القلب يا السالفه. استاذ الكريم يا ابو زين، يا استاذي انت الان وصلت الى مرحله، عفوا خليني اتكلم يا اخي، مو الكلام خلي انا اكمل كلامي، يعني كلها تقاطع هسه ما اعرف، حتى انت قاطع. هو وانا جاي اقدر اقول كلمتين يا استاذي؟ هو انت مو تقول كلمتين، انت سؤالنا بسيط وقضيتها بسيطه. ما هو حكم الذي اعترض على رسول الله؟ طيب تمام يا اخوان، انطينا حكم عمر اعترض على النبي. اسمعني طيب. بعدين نجي المجريات، النبي كتب، النبي ما كتب. احنا نريد حكم من يعصي الله ورسوله. هذا حكم من يعصي الله ورسوله هو مذنب آثم ظالم. بعد الآن في موضوع رزية الخميس يا أخي الكريم، جزاك الله ألف خير. عمر طيب عصى رسول الله أم لم يعصي؟ إذا لم يعصي يعطينا الدليل، وإذا عصى فانتهينا من المسألة. تفضل. أحسنت بارك الله فيك. تفضل. الآن في موضوع رزية الخميس، الأخوة الشيعة هم الآن بين نارين. النار الأولى بأن يقولوا عمر منع النبي عن الوحي ويخالف صريح كتاب الله. النار الثانية بأن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مرحلة الوحي، وإلا لما استطاع عمر ولا اللي أكبر من عمر أن يمنعه، فأيضا يقع في مرحلة ليست جيدة. فيا أخي الكريم، أنت الآن كشيعي بعقيدتك في موضوع رزية الخميس، هل استطاع عمر أن يمنع وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تفضل. طيب اولا هذا المساله اللي تتكلم بها هي عباره عن مغالطه وضعوها لك علمائك حتى تطلع تشوف لك تصريفه او مخرج او منفذ تطلع منه من قضيه رزية. تمام، جاوبني بس تفضل. اسمع. احنا نتكلم في كتب الكتاب او لا، او نتكلم في اعتراض عمر على رسول الله. لحد الان انا قلت منع عمر عن رسول الله يكتب الكتاب ام اعتراض عمر على رسول الله؟ اخواني سمعتوني كم مره؟ تفضل انت بعقيدتك. اخواني كم مره سمعتوني ايش قلت؟ انا قلت منع او اعترض. ما هو الاعتراض معناها المنع، لان النبي طلب. حبيبي انت حبيبي على كيفك حبيبي انت. اولا ما اتكلم من عامه الناس، الله يجزاك بالخير. عمر اعترض على رسول الله، هذا اعتراض عمر ماذا يوجب له؟ جاوبني. يوجب له كذا، يوجب له رحمه، يوجب له العذاب، وكان الله يحب المحسنين. ليش تعقلبنا؟ طيب الرفض هذا من عمر ما الذي تمخض عنه؟ الامتناع عن الوصيه، صح ولا لا؟ ابني الوصيه عندك وعندي انكتبت، افهم. طيب ما دام انكتبت الوصيه عندك ليش؟ افهم يا عزيزي، افهم يا عمري، الله يستر عليك. الوصيه عندك 3 نقاط ذكروهن علماءك وذكرتهن كتبك، وعندي انا كشيعي موجوده الوصيه كتبت، وانا ادور الكتاب. انا جاي اتكلم عن اعتراض عمر، ماذا يوجب لعمر؟ هذا الذي اعترض على امر رسول الله ماذا يوجب له؟ انطيني قل لي يوجب له رحمه او عذاب؟ رضا الله. ثواني. يعني انت الان في عقيدتك بان الوصيه كتبت، صح؟ عجيب الامور اخي. انا اسالك في عقيدتك الوصيه حبيبي حديثي انا وانت، الله يستر عليك لاخر مره، حديثي انا وياك بانه ليس ان الكتاب كتب ام لم يكتب. ايوه.
الحديث ما كان أن النبي كتب الكتاب أو لا، هذا مبحث نسولف فيه ما عندنا إشكال. الحديث بمن اعترض على رسول الله ما هو حكمه بنص القرآن وبنص رسول الله، هذا انطيني اياه. فهمت الآن. يعني إعلان عمر الدودة على عمر الآن صح؟ تريد أن تخطئ عمر؟ لا، الدودة هاي أنت تعرفها وين، وحسن ألفاظك واحترم لا أهينك وأهين معتقدك إذا قطعت. دقيقة يا أبو زينب أنت رجل كبير. بس دقيقة مغامرة الوليد، البث له احترامه والبث محترم، والناس اللي جاي شاهد تقريبا 18 واللي جوا فوق ال 40 50 80 واحد. فأنت إذا تريد تشوه صورة النبي ما أسمح لك، وإذا تهين البث أهينك. سمعت؟ فاتصرف تصرف عدل، والبث كل السنة تعرف هذا البث محترم. دقيقة وليد خلينا نكمل. دقيقة وليد دقيقة خلينا نكمل. البث محترم وكل السنة تعرف البث محترم، فما تجي أنت تتجاوز علينا بالبث. نعم. فاحترم طيب نفسك أبو كرار وتحاور بعلمية. أولا مسألة تقول لي أهينك، هذا لا أنت ولا أبوك يعني ولا جدك لو تطلع من قبره يريد يشرد والله يريد يشرد. لا بالله العلي العظيم انحصر ويريد يشرد. هينك وهين أكبر من عندك وأكبر شارب أسقط بالنحال. لا والله حصر والله يا أبو كرار نشبن زي جبان. أبو كرار والله العلي العظيم انحصر وراد لمنفذ يشرد. بعرف ما هذا الموضوع واضح. الحمد لله نحن مهتدين على الأئمة أولياء الله ولله الحمد، لكن نحن نريد نهديكم إلى الصراط المستقيم يا أمة المليار يا ظالمين. مساء الخير يا جماعة. عمر أضل الأمة بقوله هذا. وين المعصوم؟ ليش المعصوم ما يرجع أمه؟ هل إذا سمحوا لي عمر تدخل. عمر أضل مليار واحد، هذا أقوى من المعصوم. عمر أنا بتبع عمر لأنه أقوى من المعصوم. لا ما هو أقوى من المعصوم. شوف احنا جايين نوضح. زوجته ما قدر يحميها المعصوم الديوث يلعن أبوه على أبوه. هيك منظر أكل خرا ابن الساقطة ما قدر يحميها. بده يحمي الدين. أكل خرا الديوث يا ابن المرء ابن جهاد النكاح اللي انضربت زوجته قدامه. هذا نزل ابو كرار. عثمان كان خليفة هذا الدليل على محمد وآل عرضه مع ابن الارهابي الداعشي ابن المرضعه ابن هند نزل منهم صعد هذا الداعشي الداعشي غير اعرف وين منو عنده في الجمال. لا هذا جاوز على امير المؤمنين عمي يا هينوه جاي اقول لكم هينوه شبعوه اهانه حتى انزله سقطوه هو وعمر خلف الجبل. روح الجبل روح من على ابوهم لا ابو دينهم. شنو هالنماذج هاي؟ والله العظيم عندهم عمر اله